بعد ما بيدفن العظم ده في الأرض بيرجع يطلعه بعد فترة ويتحول لحاجة شكلها هيبقى غريب بالنسبة لك. تخيل بعد حوالي 6 شهور لما يحفر ويطلع العظم اللحم اللي عليه بيبقى اختفى تماما، وساعتها يبدأ أقدم حرفة عمرها 3000 سنة، حرفة البون إنلاي. أول خطوة إنه يغسل العظم كويس ويقطعه شرايح رفيعة ومتساوية ويفرق كل جزء لحد ما يبقى ناعم ومسطح تماما. بس هنا بقى يبدأ الشغل الصح، كل قطعة لازم تتقص وتتشكل بدقة مجنونة عشان تركب على الخشب اللي متفرع منه بنفس الرسمة بالظبط. غلطة قد شعرة ممكن تبوظ الشكل كله، عشان كده العملية دي ممكن تاخد أسابيع. ولما كل قطعة تركب مكانها صح بيلزقها براتنج الصنوبر ويفضل يلمع فيها لحد ما السطح يبقى ناعم زي الإزاز، وساعتها يبان قدامك عمل فني تدوب من جماله. قول لي بقى إيه رأيك في الطريقة دي اللي بتخلي شيء مهمل ومرمي يتعمل بيه قطعة فنية زي دي؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.